أهلا وسهلا بيكم في قناة اكتشف مصر. هتكلم النهاردة عن أهمية المعبد المصري. وقبل ما أبدأ عايزكم تشتركوا في القناة للي لسه ما اشتركش. اعملوا لايك، اللايك مهم علشان الفيديو يترفع، وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. أهلا بيكم مرة تانية. موضوعنا النهاردة بعنوان أهمية المعبد المصري. المعبد المصري القديم هو بيت الإله حسب العقيدة المصرية القديمة، ويعتقد المصريين القدماء أن المعبد يحفظ نفسه بنفسه، فهو مكان يمنح فيه الملك الحق في اعتلاء العرش. كان هناك معابد في مصر قديما تتم فيها عملية التتويج للملك المصري، مثل معبد الكرنك، وهناك معابد تقام فيها مناسك وطقوس لمختلف الأحداث. المعبد هو المشرع للملك، هو المشرع لحكم الملك. كان المعبد المصري القديم مدرسة، بمعنى أن المدارس كانت تلحق بالمعابد المصرية. كانت المعابد أيضا مكتبة ومستشفى. كان هناك تخصصات لعلاج الأمراض في المعابد، وكمثال على أن بعض المعابد كانت بها مستشفيات نجد معبد كومومبو الذي يبعد عن شمال أسوان بمسافة 45 كيلو متر. كان يوجد في هذا المعبد المسمى كومومبو مستشفى لعلاج بعض الأمراض، وخاصة علاج الأمراض النفسية. يوجد في معبد كومومبو مناظر تمثل الأدوات الجراحية التي كان يستعملها المصريين القدماء. المعبد كان أيضا محكمة، فكان يوجد في مصر القديمة ساحات خاصة بالمحاكم. كذلك كان المعبد المصري القديم مخصص أيضا للبيع والشراء. في معبد الكرنك على سبيل المثال كان يقام احتفال عظيم. هذا الاحتفال خاص بالإله آمون، ويعرف باسم آمون إم أوبت. كان الكهنة الموجودين في المعبد الكرنك يحملون المركب المقدس الخاص بالإله آمون رع، ويذهبون إلى معبد الأقصر للاحتفال بالزواج الإلهي المقدس بين الإله آمون وزوجته الإلهة موت. وكان يحدث أثناء هذا الاحتفال في بعض الأحيان اختيار الملك الجديد من قبل الكهنة، ويتم تتويج الملك في المعبد. كان المعبد أيضا مخصص للزواج، فكان يتم فيه الاحتفال بالزواج والطلاق. إذن كان المعبد المصري القديم عبارة عن خلية نحل. أصبح المعبد محمية لأجيال متعاقبة يمارسون فيه كل ما يريدون. كان المعبد مدرسة، مستشفى، مكان لإقامة الاحتفالات الكبرى، مكان مخصص للزواج والطلاق، وكان محكمة. وعندما تغير نظام الحكم مع مرور الزمن فقد المعبد المصري أهميته، وفقد دوره وقدسيته التي كان عليها، وتجرأ الناس ودخلوا إلى الأماكن المقدسة بالمعبد، حيث كانت هناك أماكن لا يدخلها إلا الكهنة. مثال ذلك قدس الأقداس الخاص بالمعبد. هذا المكان المقدس كان لا يدخله إلا الكهنة، وخاصة الكاهن الأعظم أو الملك، لإقامة الشعائر الدينية. بانتهاء المنظومة ديت وتغير الديانة المصرية القديمة والمعتقدات الدينية والعبادات، انتهت مهمة المعبد. تجرأ الناس ودخلوا المعابد المقدسة وبنوا بيوتا حولها، حتى أن المعابد ردمت تحت أطلال المباني القديمة التي تهدمت مع مرور الزمن.
وعندما رفعنا الأنقاض الخاصة بالمباني المتهدمة ظهر لنا المعبد مرة أخرى، واستطعنا أن نعرف أهمية المعبد في عصر المصريين القدماء، واستطعنا أيضا أن نعرف أن المعبد كان يلعب دورا هاما بالنسبة للمصريين القدماء. أريد هنا أن أذكر أنه كان يتم أيضا في المعبد القديم أو في المعابد القديمة المصرية تطهير الملك، فكان في المعبد القديم يصب أو يتم صب الماء المقدس على الملك الذي تم تتويجه، ويتم التتويج كذلك في المعبد. يعني المعبد كان مهم جدا بالنسبة للمصري القديم. فقد المعبد أهميته مع مرور الزمن، وفي نهاية الموضوع نقدر نقول أن المعبد المصري القديم كان بالنسبة للمصري القديم ذو أهمية كبرى. كان الناس يذهبون إليه على شكل جماعات ليتعبدوا للآلهة ويمارسون ما يحتاجونه من نشاط يومي. ده اللي أنا كنت عايز أحكيه النهاردة عن المعبد المصري القديم. أتمنى أن يكون نال إعجابكم، وتشتركوا في القناة للي لسه ما اشتركش. اعملوا لايك علشان الفيديو ده يترفع، أرجوكوا اللايك مهم، وشيروا الفيديو ده لو ممكن، وكمان فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. كان معاكم محمد مصطفى. سلام عليكم.